مجال مغناطيسي واستقطاب، سرعه وتسارع، كتله وكثافه، جهد وتيار، كم ونسبيه. بص انت اكيد مش فاهم حاجه، وانا كمان الحقيقه مش فاهمه حاجه، والطلبه اللي خارجين من اللي جنب دماغهم يمكن يكونوا مش فاهمين حاجه. تعالوا كده نحاول نفهم سوا ليه الفيزياء تحديدا هي بعبع الثانويه العامه. في اللجنه منه وبسمس يوم الاربعاء 18 يونيو سنه 2008 اتوصف بانه يوم الجحيم، وده مش علشان حصل فيه زلزال مدمر او اعصار ولا قامت فيه حرب عالميه، ده كان بسبب اصعب امتحان فيزياء في تاريخ الثانويه العامه، الماده اللي بيتقال عنها البعبع الكبير. الغريب ان امتحان الفيزياء كل سنه لازم يجي صعب، والا ما يبقاش امتحان فيزياء. صعوبه الفيزياء جايه من انها مليانه مفاهيم علميه معقده مش سهله على اي حد يستوعبها، والاسئله في الامتحان بتيجي مستويات علشان تختبر تحصيل كل فئه من الطلاب. ورغم ان الوزاره سنويا بتقول ان الامتحان بيجي في مستوى الطالب المتوسط، الا اننا لحد النهارده مش عارفين مين هو الطالب المتوسط ده اللي الوزاره تقصده. حاجه كمان، التوتر الشديد مع صعوبه الامتحان بتخلي الطالب يفقد تركيزه بسهوله، علشان كده بنشوف الدموع والانهيار بعد اللجنه. بس برضه محدش بيجاوبني، هي لحد امتى هتفضل الفيزياء بعبع الثانويه؟ لكن اللي لازم الطالب يعرفه ان الفيزياء والثانويه كلها مش نهايه العالم، دي مجرد مرحله لحياه بعدها. واشوفكم في حلقه جديده من حلو وسخن وبسمس.